السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة تخزين البامية لفترة طويلة جدا وهتفضل محتفظة بطعمها والخضار بتاعها. عندي البامية بتاعتي، البامية دي بلدي مقطعها بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. انا هوريكم دلوقتي قطعتها ازاي. عندي السكينة، هشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت وهقطع بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. البامية دي بلدي جايالي زيارة من الصعيد. البامية بتاعت الصعيد جميلة جدا ما شاء الله وطازة جدا زي ما انتوا شايفين. انا بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا خزنت كتير بامية، عملت منها البراني وعملت منها الويكة. البراني دي انا بستخدمها في الطواجن اللي بلزها في الفرن، انما الويكة دي انا بعمل بيها ويكة اللي هي الطبيخ. ان شاء الله هعملها لكم فيديو قريبا باذن الله. طبعا البامية موجودة كتير في السوق، ده الموسم بتاعها، فقلنا نلحق نخزنها قبل ما تخلص. انا خزنت كمية كبيرة، عملت منها البامية اللي هو البراني وعملت منها الويكة. فطبعا في كمية جاتلي من الصعيد زي ما انتم شايفين، فقلت اعملها فيديو معاكم واقول لكم على طريقة تخزين البامية. انا قطعتها بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. البامية جميلة جدا زي ما انتم شايفين وخضرة جدا وطازة زي ما انتم شايفين. انا هغسلها دلوقتي. انا غسلتها وصفيتها من المية بتاعتها. البامية بتتغسل بعد ما نقطعها. انا عندي حلة كبيرة فيها مية مغلية، هنزل بالبامية. اهم حاجة المية تكون بتغلي زي ما انتم شايفين. ما ينفعش ان احنا ننزل البامية على مية ساقعة او مية سخنة، لازم المية تكون مغلية. هنزل بعصير ليمونتين كبار. هقلب البامية دلوقتي في المية المغلية علشان كلها تبقى لون واحد. البامية جميلة جدا ما شاء الله. انا هغطيها دلوقتي وهسيبها لحد ما تبتدي ان هي تغلي. انا مش عايزاها تغلي كتير على النار، انا عايزاها تغلي غلوة واحدة بس. البامية خدت غلوة معانا. اهم حاجة ان احنا ما نسيبهاش كتير على النار، هي تاخد غلوة واحدة بس. انا هطفي النار عليها دلوقتي. انا صفيت البامية من المية المغلية زي ما انتم شايفين. واهم حاجة بعد ما نصفي البامية ان احنا نغسلها بمية ساقعة من الحنفية علشان تحتفظ بالخضار بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. انا عندي صينية كبيرة هفرد عليها دلوقتي البامية بالشكل اللي انتم شايفينه ده علشان تبرد معانا. هوزع البامية على الصينية زي ما انتم شايفين. البامية جميلة جدا ما شاء الله وما خدتش اي وقت معانا خالص زي ما انتم شفتوا. انا سبت البامية لحد ما بردت خالص زي ما انتم شايفين. ده شكل البامية معانا. هنعبيها دلوقتي في اكياس التخزين. لو مش موجودة هنستخدم الاكياس العادية خالص، الاكياس اللي مقاساتها صغيرة. ده شكله اهو زي ما انتم شايفين، دي الموجودة عندي. لو مش موجودة هنستخدم الاكياس العادية خالص. هنعبي دلوقتي البامية. انا هضيف كمية كبيرة في الاكياس، وكل محتاج بامية هاخد على قد الكمية اللي محتاجاها. لو عاوزين تحطوا كمية قليلة على قد اللي محتاجينه تمام، مفيش اي مشكلة. انا بحط كمية كتيرة علشان الاكياس اللي عندي كبيرة وبتشيل كمية كتيرة زي ما انتم شايفين. البامية جميلة جدا ما شاء الله وخضرة جدا زي ما انتم شايفين. واهم حاجة علشان البامية تحتفظ باللون الخضار بتاعها هنضيف ليمون زي ما انتم شفتوا. واهم حاجة كمان نصفيها من المية المغلية ونغسلها مية ساقعة من الحنفية زي ما انتم شفتوا. انا بعبي حسب كمية الكيس معايا، يعني انا الكيس اللي معايا ده بيشيل كمية كبيرة زي ما انتم شايفين. انا هضغط على البامية جوه الكيس علشان اخرج اي هوا. هقفل عليها. انا اللي عاجبني اكتر في الاكياس دي ان هي بتقفل بكل سهولة زي ما انتم شايفين، احسن من الاكياس العادية. انا على طول بستخدم الاكياس العادية، بس لما شفتها في السوق اشتريتها على طول ومخزنة فيها حاجات كتيرة في الفريزر. ده شكلها اهو. هعبي الكمية كلها بنفس الطريقة. انا عبيت كل الكمية بنفس الطريقة زي ما انتم شفتوا.
هسوي البامية جوه الكيس علشان اخرج اي هوا جوه الكيس. زي ما انتم شايفين كمية البامية اللي كانت معايا عملت معانا 3 اكياس. ما شاء الله الكيس كبير وبيشيل كمية كتيرة زي ما انتم شايفين. هقفل عليها دلوقتي. ده شكل البامية بعد ما جهزت معانا. ما شاء الله ما خدتش اي وقت معانا خالص، وهتفضل معانا في الفريزر من السنة للسنة. اهم حاجة ان احنا علشان البامية تحتفظ بالخضار بتاعها وتفضل معانا مدة اطول ان احنا نضيف لها 2 ليمونة كبار. يعني هناخد مية الليمون زي ما انتوا شفتوا بالظبط. امشوا على نفس الخطوات اللي في الفيديو وان شاء الله هتاكلوا احلى بامية من السنة للسنة. وبكده فيديو النهاردة خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسيش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.